السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة وصفات براء. اليوم جيت نشارك معكم حلوى تمر بشكل جديد وراقي ورائع. كيف ما كتلاحظوا كيجي لذيذ مذاقها وهائل جدا، وكيف ما كتلاحظوا انا غنشارك معكم الشكلين وكيجي رائع وكتجي العجين ديالو مقرمشه وهشه. كيف ما كتلاحظوا انه الحشبه ديالها مختلفه وبطريقه جديده ولذيذه جدا وبخطوات سهله وبسيطه وسريعه التحضير وبمكونات كيف ما كنقولوا موجوده في كل بيت. دابا ننتقلوا باش نتعرفوا على المقادير مع طريقه التحضير. كنحتاجوا في العجين نصف كيلو من الدقيق، 3 المعالق كبار من السكر الخشن، 125 غرام من الزبده، وبيضه واحده، وفاني يمكن لكم تستعملوا فاني ساشيه. اما بالنسبه للعقده او العماره كنحتاجوا تمر، كنحتاجوا نصف كيلو وجوج معالق كبار ديال الزبده، كاس من الزنجلان وكاوكاو مطحون، وقرفه والقليل من السكر الخشن. في قصريه اولا في اناء كنوضعوا الزبده والسكر الخشن وكنبداو نخدموهم بهذه الطريقه اللي كيف ما كتلاحظوا كنبداو نخدموهم بحال شكل حتى كيوليو لينا على شكل كريمي. من الافضل ان الزبده تكون درجه حراره المطبخ تكونوا خرجتوها من قبل باش كتكون لينه وسهله وكتساعدكم في الخدمه ديالها. كنبقى نخدم السكر الخشن والزبده ديالي حتى كتذوب السكر وكيوليو كما قلت على شكل كريمي. من بعد ما كنكون خدمت الزبده والسكر كيوليو بهذا الشكل. من بعد كنضيف لهم بيضه وكنبدا نخلط العناصر مزيان حتى كيندمجوا ليا. من بعد كنضيف لهم قليل من نكهه الفاني. كيف ما قلت الا كنتم مستعملين الفاني ساشي حاولوا ديروها مع السكر الخشن والزبده في الاول باش كيذوبوا وكينسجموا العناصر مزيان. كنبقى نخدم العناصر ديالي بهذه الطريقه. كنضيف من بعد ربع كأس من ماء الزهر، وانا في نفس الوقت مستمره في الخلط ديال العناصر كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه. من بعد ما كيندمجوا ليا العناصر مزيان كنضيف لهم دقيق تدريجيا شويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين. ما تضيفوش الدقيق دفعه واحده، حاولوا كيف ما قلت تدريجيا شويه بشويه حتى كتبدا تنسجم لينا العناصر مع الدقيق وكيتجمع لينا وكتولي لينا تكون لينه ورخوه. هذا هو القوام ديال العجين، كيكون لين ورخو كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه بحال العجين ديال الصابلي. اما بالنسبه للعقده كناخذوا العجين ديال التمر وكنوضعوها في اناء كنضيفوا ليها الزبده. للاشاره فقط فانا عقده ديال التمر صايبتها منزليا في ورد التمر، بامكانكم تشريوها جاهزه. كنضيفوا ليهم القرفه والسكر وكاوكاو مطحون مع الزنجلان. كنخلطوا العناصر مزيان حتى كيبداو ينسجموا لينا. الزبده كيف ما قلت حتى هي تكون خارجه من قبل باش تجينا سهله في الخدمه ديالها. كنبدا نخدم العناصر بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا. من بعد كنضيف 2 المعالق كبار مملوءتان جيدا
بالكاكاو بالمر. ومن بعد كنبدا نخلط ونجمع العناصر مزيان بهاد الطريقه. كناخدو العجين وكنوضعوها بين ورقتين بلاستيكيتين وكنبداو نطلقوها او نسرحوها بهذا الشكل. يكون سمك العجين كيتراوح ما بين من سنتيم حتى الاقل سنتيم. انا درت الحجم ديالها نصف سنتيم. خاص تكون رقيقه حيت ملي غادي نجي نشكلها غادي ندير 2 طبقات ديال العجين. من بعد كناخدو قطاعه ديالنا او كناخدو الطابع. من بعد كنبداو نشكلو العجين. انا استعملت هذا الشكل دائري، يمكن لكم تستعملوا اي شكل كتفضلوه. من بعد كناخد العجين ديال التمر كيف ما كتلاحظوا كنديروا نفس الطريقه، كنطلقوا بنفس الطريقه اللي درنا العجين وكنقطعوا بنفس الطابع، غير هو يكون السمك ديالو شويه غليظ على السمك ديال العجين. من بعد كناخذوا العجين كطبقه الاولى وكنوضعوا فوقها الطبقه الثانيه ديال التمر وكنوضعوا الطبقه الثالثه ديال العجين. من بعد كناخذوها وكنحاولوا نقطعوها على شكل ارباع بهذه الطريقه. من بعد كناخذوا ربع كنحاولوا نبسطوه باليدين ديالنا وكنبداو ناخذ الاطراف وكنلاصقهم بهذه الطريقه. من بعد كل ربع اللي خديت كندهن ليه الاطراف ديالو اللي لاصقت بالقليل من البياض البيض باش كتلصق لينا العجين. وكنبقى بحال هكا حتى كندير 5 ديال الارباع بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. وكنبقى نشكلهم ونجمعهم حتى كينشكلوا على شكل وريضه. كنبقى على هاد نفس الوتيره حتى كنسالي الكميه ديال العجين ديالي باكملها. وحاولوا انكم في كل ربع ملي كتشكلوه وكتلاصقوا ليه الاطراف حاولوا انكم تلصقوهم وتجمعوهم مزيان وحاولوا تثبتوهم مع بعضهم مزيان باش ملي كطيب ما كتحلش لينا وكتبقى في الشكل ديالها. كنحاول انني ناخذ الرؤوس ديال العجين كنخرجهم بهذه الطريقه باش نشكلهم على شكل وريده كيف ما قلت. بالنسبه للشكل الثاني فانا خديت العجين وشكلت على شكل كريات متوسطه القد. وبالنسبه للعجين ديال التمر حتى هي شكلتها كريات يكونوا اصغر من العجين. من بعد كنحاول نبسط العجين قليلا في اليدين ديالي وكنوضع وسطهم العجين ديال التمر وكنحاول نكورهم مزيان بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا. كنبقى هكا حتى كنكمل الحلوه ديالي في التشكيل ديالها. كنوضعوا العجين صفيحه مدهونه بالزيت او الزبده ومرشوشه من الدقيق. يمكن لكم تستعملوا ورق الزبده ايضا. كيف ما كتلاحظوا كناخذ طابع على شكل شميسه كيف ما كتلاحظوا وكنبدا نطبع الكريات اللي عمرت بالتمر. دخلوهم الفرن يطيبوا على حراره مهيله مده ديال 25 دقيقه. ملي كطيب وكنخرجوها كندهنوها بالناباج وكنزوقوها بالقليل من العقيقات ديال الحلوى. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال حلوى التمر. كيجي مذاقها هائل 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 لذيذه بزاف. وكيف ما كتلاحظوا كيجي الشكل ديالها كيف ما كتلاحظوا راقي جدا وبخطوات بسيطه وسهله وسريعه حضرناهم. كيف ما كيجي المذاق ديالها هائل والعجين كتجي رطبه ومقرمشه ولذيذه. كيف ما كتلاحظوا بالنسبه للطياب ديالها راه ما كنحمروهاش بزاف كيكون اللون ديالها ذهبي فقط. نتمنى الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، فما تنساوش لايك ابوني وشير وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.